لم تجف دموعها منذ يوم 5 مايو الماضي، حين أعلنت مستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19. سامية أمين سر واليد اليمنى للراحلة في حوار لها مع اليوم السابع روت تفاصيل وأسرار حياة ملكة الشياكة. تعود سامية بالذاكرة ما يقرب من 48 عاما، حين كانت تقف أمام محل للبقالة تبكي خائفة من العائلة التي كانت تعمل لديها بسبب بعض المشتريات التي قد اشترتها بالخطأ. فجأتها يد من خلفها تربت على كتفها وتسألها عن سبب بكائها، وتعرض عليها أن تترك تلك العائلة القاسية دائمة الضرب والإهانة لها، وأن تعمل لدى أختها. تقول سامية: أنا بشتغل من صغر، وقبل ما اشتغل عند مدام رجاء كانت شغالة عند ناس بيعاملوني بقسوة شديدة، وكانوا بيفصلوا هدومهم بنفسهم. كانت أروح أجيب مجلة حواء كل أسبوع وأشوف صورة مدام رجاء على الغلاف. كانت أقولهم لو اشتغل عند الست دي أنا بحبها قو. كانوا يقولوا لي أنت إيه وصلك للست دي، أنت عارفة هي مين؟ لحد ما ربنا حقق لي أمنيتي. وقتها كان عندي 12 سنة. أول ما سمعت أخت مدام رجاء بتقول يا أنا أختي عارضة الأزياء رجاء الجداوى فضلت أصرخ من فرحتي. عرفتني عنوان بيتها وقتلها هجيلك بعد أسبوع. وكانت هذه بداية حياة جديدة للطفلة التي عشقت ملكة الموضة دون أن تعرفها. فتابعت سامية: كنا أول يوم رمضان رحت بيت أختها، وبعد ساعة لقيت مدام رجاء دخلة عليا وشايلة أميرة بنتها. حسيت إن الدنيا كلها جت لي. سلمت عليا وحضنتني، وبعدها رحنا على البيت. أول ما دخلت بيتها في الدقة حسيت براحة كبيرة، وبدأت حياتي من جديد في حضن الطيبة والجنينة رجاء الجداوى. للراحلة طقوس يومية كانت تحرص عليها، حيث قالت سامية: رغم أن البيت كان فيه شغالين كتير، إلا أنها ما بتسمحش لحد يدخل أوضتها غير لازم أكون أول واحدة تشوفها الصبح. أصبح عليها وبعدين أعملها الشاي باللبن على ما تصلى وتقرأ القرآن، وبعدها بساعة أعملها شاي ولبنتان، وبعدها بساعة تبدأ تفطر. كان فطارها بسيط: سندويتش جبنة مقمر على النار كويس. كانت بسيطة في كل حاجة وبشوش. وأحب الأكلات لقلبها الملوخية والبامية والمسقعة الحرة، لكن طبعا الشوربة لازم تكون على السفرة مع خضار سوتيه أتعودت عليه من أيام عروض الأزياء مع الفراخ المسلوقة. وتابعت مساعدة الراحلة رجاء الجداوي. حياة الفنانة كانت مختلفة عن الآخرين. أهم حاجة عندها البيت وأميرة والكب. ما كانتش بتعمل حفلات في البيت غير أعياد ميلاد العيلة بس. كانت تحب البيت وتهتم بكل تفصيلة فيه. وتكمل سامية: بعدما مشيت ما بقتش بحس بأي حاجة في الدنيا. كانت مهتمة بيا وبصحت. حججتني وحجزت لي في حج سياحي. قعدت في غرفة لوحدي بتطل على الحرم. خدتنا معها، عملنا عمرة 3 مرات. كانت بالنسبة لي لدينا